عايز تعرف قد إيه الإنسان كائن غبي، أو كائن كسلان، أو كائن مش عارف مصلحته، سفيه، مع إن ربنا اداله عقل؟ هاقول لك، إن الإنسان بيغرم وقت وفلوس عشان يغضب ربنا، بينما أسهل حاجة في الدنيا إن ربنا يسامحك. يعني إيه؟ يعني أنت عشان تعمل معصية أو تغضب ربنا، هتصرف فلوس في مكان مش تمام، هتشتري حاجة مش تمام، هتضيّع وقتك وصحتك في علاقات مش تمام، تروح تسرق وتحرق في دمك وتبقى خايف تتمسك، تاخد رشوة وتتعب علشان ما تتمسكش، تصرف فلوسك على حاجة حرام، على خمرة، على قمار، تعمل علاقة مع واحدة ست في الحرام وتعيش حياتك كلها متوتر وقلقان. فأنت عشان تغضب ربنا أنت بتتعب جدًا، أنت بتصرف وقت وبتصرف فلوس وبتصرف في صحتك بينما عشان ربنا يسامحك ويرضى عنك ويمسح لك كل ده في جملة واحدة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ده أنت تنوي بس التوبة. فتخيل إن رضا ربنا لا بتصرف فيه فلوس ولا بتصرف فيه وقت ولا بتصرف فيه مجهود، مجرد نية وكلمة، ربنا يرضى عنك ويمسح لك كل صحيفة سوابقك. لكن علشان تغضب ربنا بتضيع وقت وبتضيع في، يعني معصية ربنا فيها مجهود رهيب، بينما يعني رضا ربنا وطاعته مش محتاج أكتر من نية وجملة تقولها بس. عمرك شُفت غباء وسَفَه وتخلُّف أكتر من كده؟ لايك وشير لو أنت مش ناوي تبقى غبي ولا متخلِّف، عشان نفيد غيرنا، وأتمنى إن ربنا يرضى عننا جميعًا. صباح السعادة.